السلام عليكم لكل متابعين قناتي، يا رب دايما تبقوا بخير. احب ابدا الفيديو بتاعي زي كل مره بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما انساش اشكر متابعين الكرام اللي دايما بيدعموني، شكرا ليكم. النهارده هجيب لكم فكره سهله وبسيطه، وهنرتب او نزين دفاتر المدرسه بتاعتنا. جايبه 4 افكار مختلفه. انا اتاخرت عليكم شويه في الفكره بس معلش. يا دوبك بقى على ما استلمنا الدفاتر من المدرسة اتأخرنا شوية. على استلامها. طبعا. انا هنا عملت 4 افكار مختلفة. قبل ما ابدأ الفيديو اتمنى الناس الجديدة تعمل اشتراك في القناة وسبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات. وطبعا ما تنسوش لو الفيديو عجبكم ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو. طبعا يلا نبدأ الفيديو بقى. هو أنا طبعا مبدئيا اخدت الكتب. جلدتها في المطبعة. هنا في مصر في مطبعة لتجليد الكتب بالشكل اللي انت عايزاه. طبعا عملت الشكل ده وبدأت استخدم الفوم معايا. الفوم السادة، في فوم جليتر لو انا عايزة استخدمه، وفي الفوم السادة ده. الفوم الجليتر هيبهدل الدنيا شوية في الشنطة وكده. فده كان الأظرف والأسهل. طبعا انا جبت رسمة. الرسمة دي انا جبتها من على شاشة الكمبيوتر او اللاب. نسختها بالورقة زي ما انتوا شايفين. انا مسهلة الامور خالص وجايب ورقة كراسة، مش ورقة شف مثلا بتاعت كلكة او كربون او ورق زبدة او كده. وبدأت شفيت الرسمة زي ما انتوا شايفين. وبدأت عملت قصيت كل جزء لوحده ومن على الورق، وبدأت اقصه على الفوم. وبدأت اجمعه زي ما انتوا شايفين. بعد كده طبعا آه، طبعا بجمع الاجزاء. بعد كده هلزق الاجزاء ديت بالشمع. بعد كده بقى هبدأ انظمها شوية. طبعا زي ما انتوا شايفين انا مستخدمة شكل بناتي شوية لان هي البنوتة، الكتاب بتاع بنوتة. فبدأت استخدم شكل بناتي للبنات، يعني ينفع البنات. طبعا لو ولد هبدأ اشوف الكرتون اللي ينفع معي شكل الكرتون يعني. بعد كده كرتون الولاد يعني. بعد كده هبدأ أحدد الشكل بتاعي، بتاع التفاصيل بتاعة الملامح. طبعا القلم اللي بستخدمه ده قلم لوحات. يعني لو أنا حابة استخدمه براحتي، مش حابة استخدم القلم ممكن أحدد الملامح دي بورق الفوم زي ما أنا استخدمت بالتفاصيل التانية. بس طبعا ده كان المتاح لي. طبعا. لما كل ما تحددي الرسمة بتاعتك كل ما تبان ملامحها اكتر وتبقى شكلها اظرف. بعد كده انا هبدأ اجيب شكل عشوائي للرسمة. يعني الرسمة يعني هبدأ اعملها زي ستيكر كده ينحط عليه البيانات بتاعة الطالب او الطالبة بتاعة الدفتر. يعني الهوية، هكتب هوية البنوتة، يعني الاسم بتاعها والفصل واسم الكتاب مثلا ايا كان اللي بنكتب عليها بقى. بعد كده الفكرة التانية بدأت أجيب رسمة. أنا قصيتها بصراحة، هي مش جاهزة، ممكن كنت أنفذها زي الفكرة التانية، بس أنا حبيت أعمل لكم أديكوا كذا فكرة عشان تنفذوا الأسهل. بدأت أخد الكتاب ده بتاع التربية الدينية. أنا عايزة أغير الشكل بتاعي الأبيض ده. استخدمت لون فوم، لون تاني، وبدأت أغلف بيه الكتاب يعني بحيث إن أنا أغير اللون الأبيض بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت طبعا اثبته كويس، وبعد كده اشيل الزيادة اللي عندي على الكتاب. طبعا لما اجي الزق الرسمة ديت هي يعتبر النوعية بتاعتها من البلاستيك. فطبعا لازم استخدم نوع لاصق غير الشمع. ده اسمه بريت. او مادة اي نوع من الغيرة برضو. طبعا للأسف المسدس هي منه هيبقى
هتسلط عليه حرارة، هيلسع الشكل ده البلاستيك ده، يعني هيكرمشه كده، هيخليه مش مظبوط، لان ده يعتبر بلاستيك بعرضه للحرارة، فاكيد هينكمش شوية. فانا بدأت استغل يعني استخدم اي مادة تانية لاصقة غير الشمع. تمام كده. بعد كده هستخدم في الجنب بتاع الكتاب، هبدأ اجيب شريط كده من الاستراس بتاعي، هحطه علشان يعني اداري بيه الشكل اللي في الجنب ده الغامق بتاع الكتاب، لان هنا الشكل ده يعني مش هينفع كنت اكمله بالفوم لانه مش هيبقى شكله ظريف. لو انا ممكن في حالة عايزة اعمله بالفوم اعمله، يعني اعمل شكل مستطيل لوحده، يعني شكل لوحده كده مقصوص عشان اكمله، او اجيب شريطة مثلا ستان. المتاح بالنسبة لي بقى، انا حبيت اغير بصراحة الشكل ادي ايه آه، يعني جمال شوية. وطبعا بدأت اعمل الايه الشكل العشوائي اللي انا بعمله عشان اكتب عليه الاسم، وما تقلقوش الاسم هيتكتب عليه كويس جدا وهيبقى واضح. بعد كده الفكرة التالتة، وهي ان انا هعمل على كتاب الانجليش بتاعي، هبدأ ارسم شكل حروف، اي حروف بقى سهلة ليا هبدأ ارسمها، وبعد كده هقصها. طبعا لو انا مش هعرف ارسمها بايدي هقوم جايباها شفاها من على برضو على الكمبيوتر بتاعي او الموبايل او التاب اي حاجة، وابدأ اعملها انفذها زي الفكرة الاولانية. طبعا أنا بدأت ارسم حروف بسيطة كده في الحروف الأولانية علشان البنوتة لسه يعني صغننة، يعني في المراحل الأولانية في الابتدائي، فأنا بدأت أستخدم الأشكال اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هنا بدأت أستخدم شكل عشوائي من الفوم، برضو بعمل شكل موجة كده أحطها على الجوانب بتاعة الدفتر بتاعي، بحيث يعني ايه أحجم بيها الشكل اللي أنا هعمله. زي ما انتم شايفين طبعا انا حددت الحروف بتاعتي ديت بالقلم بتاعي. ممكن استخدم طبعا قلم الوان المتاح بالنسبه لك، وببدا احطها. طبعا انا حددتها وعملت فيها اشكال كده عشان تدي بهجه شويه للحروف، وبس، وابدا الزقها بقى. بعد كده الفكرة رقم 4، أنا بدأت أعمل هنا طبعا كتاب رياضيات، فأنا هبدأ أعمل أشكال هندسية شوية. فأنا لو أنا مش عندي شكل منقلة أو مثلث أو مسطرة، فأنا هبدأ أعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب شكل طبق بالنسبة عندي وأبدأ أعمله، أقصه زي ما انتوا شايفين علشان يديلي الشكل اللي أنا محتاجاه، لاني لو انا مش عندي الشكل ده فلازم أنا اتصرف. فانا بدأت اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هبدأ اعمل شكل مثلث برضو، هبدأ اجيب عملت خط مستقيم مش محتاج حاجة، وبعدين هبدأ اقص، وهعمل برضو شكل المسطرة هكذا بنفس الطريقة. بسهل الامر خالص، ببدأ اجيب حرف الكتاب واسطر بيه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده طبعا بقص الاشكال بتاعتي، هعمل شكل قلم برضو بنفس الطريقه بتاعه المسطره، لان للاسف مش متنفذه قدامي، لان انا التصوير فصل مني وما انتبهتش ان الكاميرا اتفصلت. زي ما انتم شايفين لو شكل القلم برضو نفس الفكره بس هصغرها، نفس القلم نفس الفكره بس هصغرها شويه، وهعمل لها مثلث من فوق بس. وبعد كده طبعا بحدد الاشكال زي ما انتوا شايفين عشان تديني شكل السنتيمترات اللي بتبقى على الاشكال الهندسيه بتاعتي، وابدا اثبتها على الدفتر بتاعي.
بعد كده انا طبعا بجيب طبعا بعد ما اثبتها اجيب اي مثلا شريط ستان عندي، اي قماشه متبقيه معايا زي ما انا عايزه، وهبدا احط يعني احجم بيها الشكل بتاعي من تحت. طبعا دي قطعه قماشه عندي كانت باقيه، وبعدين جبتها قماشه من التل كده، كان عندي تل خفيف فبدات اجيبه علشان احجم. طبعا هو اللون قريب شويه من الرسومات اللي موجوده، بس بصراحه ده اللون اللي كان متاح عندي، وحسيت ان شكلها تبقى ظريف على الاشكال. بعد كده هجيب شكل استرساية كده صغيرة او لولي يعني المتاح برضو، وابدأ احطها عشان احجم بيها شكل الفيونكة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا عملت 4 افكار مختلفة، اتمنى انتوا تنفذوا السهل ليكم. اتمنى الناس الجديدة تعمل اشتراك في القناة وسبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات، وطبعا لايك وشير للفيديو، وشكرا لكم.